ازيك يا صديقي؟ انا جايلك باعتذار رسمي بسبب حوار اننا بننزل فيديو كل فتره ده، بس معلش بقى امتحانات وكده، وعشان انت وحشني بعد الغيبه الطويله دي جايلك بفيديو من التقيل، هالك محطم العوالم The Breaker of Worlds. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ومن غير رغي كتير يلا بينا على الفيديو بتاعنا، وده بعد الانترو. طيب مبدئيا كده One Above All ظهوره في أي نسخة من نسخ الكوميكس بيبقى غامض، وكلامه مش مفهوم لأنه بيمثل إله العالم الافتراضي بتاع مارفل، فممكن كلام كتير من كلامه ما يتفهمش. يلا بينا نبدأ بقى. وان بيلو اول كيان خبيث بيقيم في احقر مكان في الطبقة السفلية اللي هي بيلو بليس. وان بيلو اول بيمثل جانب من وان ابوف اول اللي هو الحاكم الاعلى للكون المتعدد، وهو زي ما قلنا كده اله عالم مارفل، وهو اللي خلى المضاد بتاعه اللي هو وان بيلو اول تجسيد نهائي للدمار والكراهية. وان بيلو اول هو مصدر الشكل الثالث المسبب للطفرات من طاقة جاما، عشان كده يقدر يستخدم طفرات جاما كافاتار للظهور. نظرا لان وان بيلو اول هو الوجه الثاني لوان ابوف اول، فهو موجود قبل اي نسخة من الكون المتعدد او حتى الوجود نفسه، وبيقال ان هو مصدر كل الكيانات الشريرة التانية. هو مخلوق بالعقل، ما بيمتلكش حاجة غير الرغبات السيئة والرهيبة للتدمير، وعايز يدمر كل حاجة. هدفه النهائي بقى تدمير كل شيء في الكون المتعدد، وانه يبقى هو الكائن الوحيد اللي فاضل. طبعا كل الاهداف دي ما يعرفش يعملها لانه محبوس في احقر وادنى مكان في الواقع اللي هو البيلو بليس. عشان كده كان عايز شخصية مضيفة اللي هو الافاتار، يعني بريان بانر اللي هو ابو بروس بانر. اثناء بحثه في خصائص اشعاع جاما كان بيجيله احلام لوان بيلو اول، واستشعر الكائن ده اللي خلاه يوقف كل ابحاثه. لما بروس بدأ يعبث في اشعة جاما لوحده طور قنبلة جاما، وانفجار القنبلة دي وصلنا لفتح الباب الأخضر الأول، وده الحاجز اللي حابس وان بيلو أول في البيلو بليس، ويتحول بروس لهالك. بعد كام سنة كده لما قتل بروس أبوه خلال الكاوز وور، وهو ما قتلش أبوه من فراغ، ده أبوه كان شرير برضه، عشان كده بروس بانر اضطر إنه يقتله. المهم يعني يروح بريان بانر راحت لوان بيلو أول في البلو بليس. راح وان بيلو أول مستخدم شخصية بريان دي كشخصيته الخاصة، وبدأ في خطته لتدمير بروس وتدمير الكون المتعدد إلى الأبد. من خلال الباب الأخضر بريان قدر بأشعة جاما يستحوذ على المتحولة جيل بيت. وللي ما يعرفش جيل بيت، فهي تم منحها القدرات دي بواسطة ذا ليدر، وخدمت كعضو في فرقته. طب هتقولي مين ذا ليدر ده كمان؟ ذا ليدر اللي هو الزعيم وهو سامويل ستيرنز. هو كان عامل امريكي بسيط في مصنع كيميائي لغايه ما حصل له حادث مع اشعه جاما، واللي خلى بشرته تتحول للون الاخضر، وخلى دماغه تكبر بالشكل المضحك اللي قدامكم ده. والاشعاع زود من ذكائه لمستوى العبقريه، وبقى من ألد اعداء هالك. نرجع تاني لموضوعنا. بعد ما بريان استحوذ عليها قوتها خرجت عن السيطره، واللي خلى صديقها هوت شوت يربطها املا يعني في انه يوقف قوتها دي، وده عشان ما يقدرش بريان انه يستحوذ عليها. برضو للي ما يعرفش مين هو هوت شوت، فهو اسمه لويس ليمبر، وتم منحه القدرات بتاعته بواسطة ذا ليدر برضو، وكان تبع التيم. ماتت جيلبت، وبدأ هوت شوت في انه يفقد عقله، وراح للكنيسة واحتجز اللي فيها كرهائن، وده عشان يجبر الكاهن اللي فيها انه يؤدي الطقوس الأخيرة على جيلبت. وكان بيقول ان جيلبت تملكها الشيطان، وانه شاف الباب الاخضر لما كانت ممسوسه بواسطه ذا وان بيلو اول. هوت شوت واجه هالك، وهالك كسر ايده ورماه للبوليس. فضل هوت شوت حزين على فقدان جيلبت، وانتحر اثناء وجوده في السجن بشنق نفسه. بعد كده في شخصيه اسمها ساسكواتش اتقتلت في خناقه في البار. بريان استحوذ عليه وخلاه في حاله من الهياج الوحشي، واتدخل هالك واستنزف قوته عشان يوقفه. وهو بيعمل كده نقل الملكيه لنفسه، يعني وان بلو اول بقى مسيطر عليه، وراح للمكان اللي انفجرت فيه قنبله جاما، وامتص كل طاقه جاما اللي في المنطقه، ونجح في انه يقدر يفتح الباب الاخضر، وسحب كل اللي كانوا في المكان للبلو بليس. لما وصل هالك للبلو بليس تم فصله عن بروس بانر، واللي اثره بريان بهدف جعله وعاء جديد لوان بلو اول، واحضار الكوكب كامل للبلو بليس. في اثناء ما هالك بيشق طريقه للبلو بليس واجه مظاهر لريك جونز وساديوس روس، اللي خلاه غاضب جدا لدرجه ان شخصيه سافيج هالك ظهرت لفتره قصيره. مع اشراق الشمس ذا وان بلو اول قادر على الظهور في شكل شبه السحابه، وبقى جاهز للسيطره على جسد بروس. استدعى وان بلو اول مجموعه من الشياطين اللي واجههم هالك، واللي في نفس الوقت اتمكن باك اللي هو عضو في جاما فلايت من اقناع ابزوربنج مان عشان يظبط الدنيا كده ويرجع لهالك قوته. وفعلا نقل طاقه جاما لهالك، وده اللي سمح له باستعاده قوته تماما. اطلق ساعتها هالك ثاندر كلاب شتت بيها وان بلو اول، واندمج تاني مع بروس، وقفل الباب الاخضر ورجعوا للارض.
في المستقبل البعيد اتمكن وان بلو اول من تدمير روح بروس بانر وامتلك جسد هالك. استمر في القتل زي فرانكلين ريتشاردز وجالاكتيكوس ومستر امورتال وغيرهم، وبقى الشخص الوحيد اللي فاضل في الكون. لا ومش كده وبس، وعي الكون الثامن تم خداعه بواسطه وان بلو اول وتم سحب قوته. الكون الثامن ده اللي هو جلوساري، والايس كوزموس هو التسميه اللي راح للتكرار الثامن للوجود في المالتيفيرس اللي كان اتدمر في الغارات واعاده ريتشاردز وفرانكلين ريتشاردز. في الكون التاسع اللي اتشكل حديثا استخدم وان بلو اول القوه اللي لسه ملتهمها من جلوساري عشان يحول هالك لجسم شبه جالاكتيكوس، واطلق عليه ذا بريكر اوف وورلدز. بعد 10 مليار سنه كان دمر هالك محطم العوالم كل اشكال الحياه والضوء والكواكب في الكون. حاول الكائن الفضائي اللي اسمه بارل، وانا بقول بارل عشان انا مش عارف انطق اسمه بصراحه، بس هو اسمه زي ما هو ظاهر عندك كده. المهم يعني بارل ده حاول الاتصال بهالك محطم العوالم محاولا يعني انه يتفاهم معاه، بس طبعا هالك فاقد للسيطره لانه عروسه في ايد وان بلو اول. فقابله وان بلو اول اللي قال له انه عايز يخلي كل حاجه فارغه زيه، وقتل بارل. كده دمر كل اشكال الحياه في الكون المتعدد وحقق اخيرا هدفه النهائي. نرجع تاني للحاضر. بارل ارسل تحذير للحاضر في الوقت المناسب قبل موته عشان يحاولوا يتفادوا المستقبل ده. ذا ليدر هو اللي كان عارف بنصر وان بلو اول، فبدا ذا ليدر في المساعده في ان المستقبل ده يتحقق. اتمكن ذا ليدر من فتح الباب الاخضر واستيعاب روح بريان لنفسه، وحصل على اتصاله مع وان بلو اول. من خلال الاتصال ده وقدراته على امتلاك طفرات جاما والتلاعب فيها، بدأ في خطة لتحقيق هدف وان بلو اول لكسر بروس بانر. اتمكن ذا ليدر من دخول عقل بانر وسحبه للبلو بليس. كان عايز يستخدمه كجهاز لتوجيه طاقة جاما لوان بلو اول، بس ما عرفش يشغل الجهاز مع ان بريان كان بيعرف. عرف ذا ليدر حقيقة ان بريان كان بيقدر يشغل الجهاز لانه كان ممسوس من وان بلو اول، واللي هي حاجه ما كانش ذا ليدر عايزها. فاستحوذ وان بلو اول على ذا ليدر. بدا بعد كده في محاوله تحقيق الشكل الكامل لوان بلو اول، وفي الوقت ده وصل جو فيكست واللي هو يبقى ريد هالك. حاول وان بلو اول الاستحواذ عليهم كلهم، بس لحسن الحظ كان تم تمكينهم من قبل باور كوزميك، وتحول جو لريد هالك وصمم على إعادة بروس بانر للأرض في مواجهة ذا ليدر اللي محمي بحصن هو اللي بنيه. حاول هالك وريد هالك اقتلع ذا ليدر من وان بلو اول عشان ما يبقاش معاه أي أفاتارات ويرجع تاني لحالته الأصلية كقوة طائشة. هالك سأل وان بلو اول ليه هالك كده؟ ليه هالك بيأذي الناس؟ ليه هالك بقى هالك اصلا؟ رد طبعا وان بلو اول بكلام يعني مش منطقي. جو فيكست اللي هو ريد هالك كان اتخنق منه وقال له لا مش دي الاجابه اللي هو عايزها، وقعد يقول له وريني وشك الحقيقي عشان اقدر ابص لك في عينيك. بعد كده بنشوف الوحش الاخضر بينحل ونور ساطع زي نور الشمس بيبقى مكانه. هالك كان خايف وما قدرش يبص له، بس جو فيكست بص له وقال له جاوب السؤال دلوقتي. رد عليه وان ابوف اول وقال له لانكم كلكم اولادي، انتوا ضروريين، زي ما في خلق لازم يبقى في تدمير. فيكست اتعصب اكتر وقال له ليه انا هالك؟ ليه باذي الناس؟ رد وان ابوف اول رد ساذج جدا وقال له ليه انت زي ما انت؟ فيكست قال له يا معلم ده السؤال اللي انا بساله، انت عبيط ولا ايه؟ بس وان ابوف اول كعاده اجاباته الساذجه جدا قال له لا انا بسالك ايه هو هالك؟ وهالك الاخضر كان بيعيط وعمال يقول انه مش عارف الاجابه. رد عليه وان ابوف اول وساله سؤال وقال له هل انت جبوره او جلشاب او الرحمه؟ جبوره ده اللي هو بيمثل القوه والطاقه، وجلشاب بيمثل القوه المدمره. وبسؤال وان ابوف اول هنا يقصد هتختار تبقى القوه المدمره او ايد الرحمه. هالك قال له انه مش فاهم. فيكست رد على هالك وقال له انسى، هو ما عندوش اجابات لينا، يلا نخرج من هنا. هالك بقى راح لستيرنز اللي هو ذا ليدر وقال له انا بحاول افهم اللي بيحصل. ستيرنز قال له سيبني اموت، انا اتسببت في كل ده. هالك رد عليه وقال له انت اذيتني كتير، بس لو سبتك هنا او سبت اي حد هنا هبقى باذي نفسي اكتر، عشان كده انا بسامحك. قام ذا وان ابوف اول انهى كلامه بان الصح هو الرحمه ومشي. بعدين بقى ذا سينج ظهر وهو فاتح بوابه وبيقول لهم هل في حد عايز توصيله للارض؟ بس كده. دي كانت كل حاجة أقدر أقولها لك عن هالك محطم العوالم. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الحلقات الجاية، وما تنساش تشير الفيديو مع أصحابك عشان يشوفوه. وألقاك يا صديقي في فيديو جديد.